Ben benim her şeyimsin. Biz hep çok mutlu olacağız biliyor musun? السلام عليكم. قبل ما نبدأ في الميكا صل على النبي واشترك يا صاحبيكا وهو تبقى دعمتنا وعملت اللي عليك ويلا بينا. بيبدأ الفيلم بملاكم سابق اسمه علي وبنعرف انه بيشتغل شغلانتين علشان يصرف على نفسه، وبيوصل علي على شغله بالليل وبنعرف انه بيشتغل حارس في جراج عربيات، وبيستلم علي الشغل بدل عم ضياء الموظف القديم، وبعدها بيدخل يقعد في اوضه الحارس وبنلاحظ على شكله انه هو حزين جدا، وبيبان عليه انه هو اتعرض لازمات كبيره في حياته ومش قادر يتخطى ازماته. وفي الوقت ده بتدخل عليه بنت كفيفه اسمها هزال، فبتتكلم معاه على اساس ان هو عم ضياء وبتديله علبه فيها اكل، وبنفهم من كلامها انها بتيجي يوميا بعد الشغل علشان تسمع مسلسلها المفضل مع عم ضياء، لان هو كان دايما بيساعدها وبيشرح لها المسلسل. فبيفضل علي ساكت لحد ما بتخلص كل كلامها، وبعدها بيفاجئها ان هو مش عم ضياء، وبيقول لها ان عم ضياء ساب الشغل النهارده وعلشان هيرجع يعيش مع اهله في المدينه بتاعته. فبتتضايق هزال جدا وبتاخد الاكل من علي وبتمشي، وبعدها علي بيلاحظ ان الدنيا بتمطر فبيخاف ان هزال تقع او يحصل لها حاجه وهي ماشيه، فبينادي عليها وبيعرض عليها ان هم يتفرجوا سوا على المسلسل، وده لحد ما المطره تقف. فبتفرح هزال جدا وبترجع تتفرج معاه، فبيفضل علي يتامل فيها وهي بتضحك وبيكون مستغرب لان بالرغم من ظروفها الصعبه دي لكنها لسه مقبله على الحياه. وبعد ما المسلسل بيخلص هزال بتدي علبه الاكل لعلي وبتشكره، وده علشان عاملها بلطف، وبتمشي. وبعد الشغل علي بيرجع على بيته وبياكل من الاكل بتاع هزال وبيعجبه جدا. وتاني يوم بتوصل هزال لشغلها وبنعرف انها بتشتغل موظفه بخدمه العملاء وانها شاطره جدا، وبتعرض هزال على زميلتها انها تيجي معاها للحفله الموسيقيه، لكن زميلتها بتقول لها ان هي مش هتعرف انها تروح معاها لان هي عندها شغل كتير جدا. فبتعرض هزال على زميلتها التانيه ان هي تروح معاها، لكن برضه زميلتها التانيه بترفض. فهزال بتتضايق وبتحس ان هم رافضين يتعاملوا معاها لان هي كفيفه. وفي الوقت ده بيجي مدير الشركه وبيقرب من هزال، لكن طريقته بيكون غريبه وبيقول لها انه مبسوط جدا من كفاءتها في الشغل. ومن تصرفات المدير بنلاحظ ان هو شخص مش كويس وبيستغل ان هزال كفيفه علشان يضايقها. وفي نفس الوقت بيكون علي في شغله التاني وبنعرف انه شغال في توزيع الميه، وبيوصل علي مع السواق لنادي الملاكمه علشان يسلموا طلبات الميه لهناك. فبيطلب علي من السواق ان هو اللي يدخل الميه للنادي لان هو مش هيقدر يدخل للمكان ده. وفي اللحظه دي بيخرج مدرب الملاكمه، واول ما بيشوف علي بيتعصب عليه وبيشتمه وبيأمره يمشي فورا لان هو مش عاوز يشوف وشه. فبيفضل علي واقف مكانه وما بيظهرش اي رد فعل. فبعدها مساعد المدرب بيشوف علي وبيروح يسلم عليه، وبياخدوا لنادي الملاكمه علشان يصالحوا على المدرب، لكن المدرب بيكون غضبان جدا من علي ومش متقبل منه اي كلمه. وبنعرف ان سبب غضب المدرب على علي ان هو كان بيعتبره زي اولاده وان هو اتبناه رياضيا، وكمان صرف عليه فلوس كتير علشان يبقى ملاكم محترف. لكن علي فجاه اختفى ومحدش عارف يوصل له وضيع كل المجهود اللي هم عملوه معاه. وبعدها بيخرج علي بره النادي وبيروح وراه زميله كوراي وبيفضل يستهزأ بيه لانه شغال عامل توصيل ميه، وبيعرض عليه ان هو يرجع لشغله القديم، لكن علي بيرفض وبيقول له ان هو تاب وان هو مش هيرجع للسكه دي تاني. وبالليل بنشوف علي في شغله التاني وبتكون هزال موجوده معاه علشان يتفرجوا على المسلسل، وبتشم هزال ريحه مش كويسه في المكان، فبتطلب من علي ان هو يفتح الشباك. فبيتحرج علي جدا لان الريحه دي صادره منه هو، وده لانه ملحقش يستحمى قبل ما يجوا لشغله التاني. وبعد شويه المسلسل بيخلص فبتستعد هزال علشان تمشي، فبيروح علي يديها علبه الاكل بتاعتها وبيقول لها ان الاكل عجبه جدا. فبتفرح هزال وبتمد ايديها وبتسلم عليه، وبتلاحظ ان ايده خشنه جدا وبتساله عن السبب. فبيتوتر علي وبيسحب ايده بسرعه ومش بيجاوب عليها. وبعد شويه بترجع هزال لبيتها وبتاخد بالها ان الميه غرقت الحمام بتاعها وبتكون مش عارفه المشكله فين. وتاني يوم بتوصل هزال عند علي وبيتفرجوا سوا على المسلسل، وبعد ما المسلسل بيخلص بتقوم هزال علشان تمشي، لكن وقتها بتعدي عربيه من جنبها فبتتوتر وساعتها بتقع على الارض. فبسرعه بيروح علي علشان يساعدها وبيلاحظ ان رجليها اتلوت فبينقلها للمستشفى بسرعه. وبعد ما بيخلصوا المستشفى بيقرر علي ان هو يتمشى معاها لحد بيتها، وده علشان يطمن انها وصلت. وفي نص الطريق بتتعب هزال ومش بتقدر تكمل، فبيقرر علي ان هو يشيلها على ظهره ويوصلها لحد بيتها. وبعد شويه بيوصلوا للبيت وبتطلب هزال منه ان هو يصلح لها تسريب الميه اللي موجود عندها في الحمام.
الحمام. فبالفعل علي بيدخل الحمام وبيوقف تسريب الميه وبعدها بيخرج من الحمام، وبالغلط هزال بتخبط في الترابيزه وبتوقع تمثالها المفضل على الارض وبتكسره، وبتكون حزينه جدا وزعلانه عليه. فعلي بياخد التمثال معاه علشان يصلحه، وبعدها هزال بتديله تذكرتين لحفله موسيقيه وبتقوله ان هو يقدر يروح لهناك مع اي حد من اصحابه. فعلي بيقول لها ان هو وحيد وملوش اصحاب، فبتعرض عليه هزال ان هم يروحوا سوا للحفله دي. فبيوافق علي، وتاني يوم بنشوف هزال وهي بتجهز للحفله وبيكون واضح عليها الحماس وبتروح فعلا مع علي، وبيكونوا مستمتعين جدا الاتنين بوقتهم. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا يتعشوا سوا، فبتفضل هزال تسأله اسئله شخصيه عن حياته، لكن علي بيتضايق من اسئلتها وبيطلب منها ما تتدخلش في حياته. فهزال بتتضايق وبتمشي، لكن علي بيروح وراها علشان يطمن انها وصلت للبيت. وقبل ما هزال تدخل الشقه علي بيوقفها وبيعتذر لها ان هو احرجها، وهنا بدأ يجاوب على كل اسئلتها وبيقول لها ان هو كان ملاكم سابق وعنده 30 سنه، لكنه عنده ماضي وبيحاول يهرب منه وما بيحبش يتكلم فيه ابدا، وده السبب اللي خلاه ينفعل عليها. وتاني يوم بيوصل علي لنادي الملاكمه علشان يسلم طلبيه الميه، والمره دي المدرب بيروح يتكلم معاه بهدوء وبيطلب منه يدخل معاه للنادي، وبيسأله المدرب عن سر اختفائه طول السنين اللي فاتت. فبيفاجئه علي ان هو كان مسجون لمده 4 سنين، وبيحكي له علي ان هو بعد ما ساب الملاكمه قرر يشتغل مع زميله كوراي، لكن شغلهم كان غير قانوني، وكانت مهمه علي ان هو يخوف الناس علشان ياخدوا منهم الديون. وفي يوم علي اتهجم على شخص من اللي عليهم ديون، وهو فضل يضرب فيه كتير ودلق عليه بنزين، وده علشان يرعبه مش اكتر. وبعدها علي ولع السجاره علشان يهدده بيها، لكن الراجل ده عمل تصرف غريب جدا وسحب السجاره من ايد علي وولع في نفسه ورمى نفسه من الشباك. وبعدها على طول الشرطه وصلت وقبضوا على علي. وطبعا المدرب لما بيسمع القصه دي بيتعاطف مع علي وبيقرر يسامحه. وفي نفس الوقت ده بنشوف هزال داخل اوضه المدير بعد ما طلب مقابلتها وبيديها المدير هديه، وبيفضل يتحرش بيها لفظيا، فبتتوتر هزال وبتخاف وبتمشي. وبيجي الليل وبنشوف علي وهو بيصلح التمثال بتاع هزال، وده علشان يروح يديهولها. وفي نفس اللحظه بنشوف هزال راجعه لبيتها، ولما بتوصل عند باب الشقه بتحس بوجود شخص غريب، وبتتفاجئ ان هو المدير، وبيدخل المدير لبيتها من غير استئذان. وبنلاحظ كمان ان هو سكران على الاخر، وبيطلب منها المدير ان هي تحضر له قهوه. فبتقول له هزال انها ما بتشربش مشروبات ساخنه علشان حالتها، لان خطر عليها انها تقرب من الميه المغليه لانها كفيفه. وبتطلب هزال من المدير يقوم يمشي لان اكيد مراته واولاده هيقلقوا عليه. فبيقول لها المدير ان هو انفصل عن مراته من زمان، وبيبدا يقرب منها بشكل غريب، وبيقول لها ان هو بيحبها وانه عاوز يرتبط بيها. فهزال بتبعده عنها وبتقع على الارض وبتفضل تصرخ وبتترجى يرحمها، لكن المدير ما بيهتمش وبيحاول ان هو يعتدي عليها. وفي اللحظه دي علي بيوصل لبيت هزال، ولما بيشوف اللي بيحصل قدامه بيفقد اعصابه وبيهجم على المدير، وبيفضل يخنق فيه وبيهدده ان هو هيقتله لو فكر بس يقرب منها تاني. فالمدير بيطلع يجري بره البيت بسرعه، وبعدها علي بيروح يطمن على هزال. فبتقول له هزال ان هي كده هتطرد من الشغل بسبب اللي هو عمله. فبيقول لها علي ان ما ينفعش اصلا تشتغل مع الراجل ده تاني، لكن هزال بتقول له ان هي مش هتلاقي شغل تاني بسبب حالتها وان ده مصدر رزقها الوحيد. لكن علي بيقول لها ان هو يهتم بيها وهيلبي لها كل طلباتها، لكن هزال بترفض وبتطلب منه ان هو يمشي وما يرجعش تاني. وبتفضل تفكر طول الليل في الكلام اللي قالته لعلي، وبتحس ان هي كانت قاسيه جدا معاه. وتاني يوم بتروح هزال تقابل علي وبتقول له ان هي اترفضت من شغلها، وبتقول له كمان ان هي فكرت في كلامه وعاوزاه يساعدها زي ما وعدها. واول طلب بتطلبه منه ان هو يفسحها في نهايه الاسبوع، فبيوافق علي على كل طلباتها. وفي نهايه الاسبوع علي بيروح يزور هزال، وبيكون جايب لها كلب صغير علشان يكون ونيس ليها في البيت. فبتفرح هزال بيه جدا وبتشكره، وبعدها بيروحوا الاتنين يتفسحوا سوا. وبيحكي لها علي ان هو عاش طول حياته في دار ايتام، ولحد النهارده ما يعرفش اسرته الحقيقيه تبقى مين. وبعدها بينزلوا هما الاتنين البحر وبيقضوا وقت جميل سوا، وبتعدي الايام وبنلاحظ ان العلاقه بينهم بتتطور. وفي يوم بيوصل علي لبيت هزال وبيلاقيها مش موجوده، وبيعرف ان هي خرجت تفسح الكلب. فبيستغل الفرصه دي علشان يغير لها في نظام البيت ويخلي امان اكتر ليها. فبيغمي علي عينيه وبيبدا يلف في البيت، وبيشوف كل الاماكن الخطيره واللي ممكن تتخبط فيها وهي ماشيه، وبيبدا يعمل تعديلات على الاماكن دي علشان يخليها امان ليها. وبعد شويه بترجع هزال من بره البيت، وبيقول لها علي ان هو محضر لها مفاجاه وبيخليها تاخد جوله في البيت. فبتعرف هزال ان هو عدل زاويه الترابيزه وشال الخشبه اللي على عتبه الباب، وكمان شال الخشبه اللي على الشباك علشان ضوء الشمس يدخل لها وتحس بيه. فبتفرح هزال جدا وبتشكره على كل حاجه بيعملها معاها، وبتبدا تقرب منه وبتلمس وشه. وفي اللحظه دي بتعترف له ان هي بتحبه، وبيرتبطوا الاتنين ببعض. وبتعدي الايام وبنلاحظ ان علي بقى سعيد جدا بعد ارتباطه بيها، وبيحس
بيحس ان هي اللي غيرت حياته للاحسن مش العكس. وفي يوم وهم بيكونوا سوا بيقترح علي عليها انهم يفتحوا مشروع. فبتعجب هزال الفكره وبتوافق عليها، وبعدها بيقوموا يفطروا وبتقول له هزال ان النهارده عيد ميلادها، وبتطلب منه ان هو ياخدها تزور اهلها في المقابر. وبيروحوا المقابر وبيحطوا الورد لاهل هزال. فبيسالها علي ازاي اهلها ماتوا، فبتقول له هزال ان هي في يوم كانت سايقه العربيه مع اهلها وشافوا رجل مولع وبيقع من العماره اللي قدامهم، وفي الوقت ده هزال انتباهها اتشتت وعملت حادثه، وساعتها اهلها ماتوا وهي فقدت البصر. وفي اللحظه دي بيتصدم علي جدا وبيستوعب ان الراجل اللي هي شافته ده كان نفس الراجل اللي هو تسبب في موته. فبينهار علي من العياط لما بيعرف ان هو السبب في تدمير حياتها، وبيكون مش عارف يعوضها ازاي. وبالليل بيروح علي يخرج طاقته السلبيه في الملاكمه، وبيبان عليه انه منهار جدا. وبعد ما بيخلص بيروح يزور هزال لكنه مش بيلاقيها في البيت، وبيلاقي البيت متكركب. فبيحس ان في حاجه غلط، فبيروح بسرعه للمستشفى وهناك بيلاقيها. فبيسالها ايه اللي حصل، فبتقول له ان هي حست بشويه دوخه ووقعت على الارض. وبعدها الدكتور بينده على علي وبيتكلم معاه على انفراد، وبيقول له ان هزال ما فقدتش حاسه البصر بالكامل، وانها بتشوف ضوء خفيف جدا، لكن المشكله انها بتفقد بصرها بالتدريج، ولازم ان هي تعمل عمليه في اسرع وقت، لان في امل كبير جدا انها تسترد بصرها بعد العمليه. لكن المشكله ان تكلفه العمليه دي 20,000 ليره، وهي طبعا معهاش المبلغ ده. فبيروح علي بعدها يحكي للمدرب بتاعه الكلام ده، وبيقول له ان هو محتاج يساعد هزال باي شكل، وده لان هو كان السبب في كل اللي حصل لها. فالمدرب بيقول له ان هو ملوش ذنب في اللي حصل، وان هو كمان نفسه يساعده، لكن المبلغ ده كبير جدا وهو كمان مش هيقدر يدفعه له. فبتجيله فكره وبيروح يقابل كوراي صاحبه، وبيقول له ان هو محتاج 20,000 ليره في اسرع وقت، وبيتفق معاه على الشغل اللي هينفذه مقابل الفلوس دي. وبعدها بنشوف علي وهزال وبيتفسحوا سوا، وبيفاجئها علي ان هو هيتكفل بفلوس العمليه كلها، لان هو عارف انها مش هتقدر تدفع المبلغ. فبتتاثر هزال جدا وبتشكره. وتاني يوم بيعرف المدرب من المساعد بتاعه ان علي هيشارك في ماتش ملاكمه غير قانوني علشان ياخد فلوس العمليه من كوراي. فطبعا المدرب بيتعصب لان مفيش حد بيخرج عايش من الماتشات دي. وبيجي يوم الماتش وبيقدر علي يفوز على خصمه بعد عناء طويل، وبعدها بيروح يقابل كوراي علشان ياخد منه الفلوس. فبيساله كوراي هو محتاج الفلوس دي في ايه، فعلي بيسكت وما بيردش عليه. فبيفهمه كوراي ان هو وافق يديله الفلوس دي بس علشان يكمل شغل معاه، لان دي هتكون بدايه شغلهم الجديد. فعلي بياخد منه الفلوس وهو متضايق وبيمشي. وبالليل بنشوف علي في المستشفى مع هزال، وبنعرف ان عمليتها هتكون تاني يوم. فبتقول له هزال انها متحمسه جدا علشان هتشوفه. فعلي بيتاثر من كلامها وبيطلب منها انها تنام علشان ترتاح وتستعد للعمليه. وتاني يوم هزال بتودع علي وبتدخل العمليات، وبعدها علي بيروح يقابل واحد من رجاله كوراي وبيستلم منه هويته الجديده واللي هيدخل بيها الماتشات الغير قانونيه. وبعدها بيسافر علي على بلغاريا علشان يحضر ماتش هناك، وبيوصل علي لحلبة المصارعه وبيدخل في قتال مع ملاكم محترف. وفي نفس الوقت بنشوف رئيس الحلبة وهو بيسأل كوراي لو هو واثق ان علي هيخسر، فبيقول له كوراي فوز علي مستحيل، وده لانه ما لعبش من 4 سنين. وبنفهم من كلامهم ان كوراي كان متراهن معاه على خسارة علي واخد منه فلوس كتير. وبنرجع تاني لعلي وبنشوف ان خصمه اقوى منه بكتير، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيوقعه على الارض. وبيفتكر علي وهو على الارض كل ذكرياته الجميلة مع هزال، والذكريات دي بتديله الدافع ان هو ما يستسلمش، وده لان اللي هيخرج من الحلبة دي لا اما هيكون قاتل او مقتول. فبيستجمع علي كل قوته وبيقوم يهجم على خصمه، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بينهار، وبيمسكه علي من رقبته وبيفضل يخنقه لحد ما بيخليه يفقد الوعي. فطبعا رئيس الحلبة بيتعصب على كوراي لانه هو كذب عليه، وبيؤمر رجالته ان هم يخلصوا عليه. وبعدها بيخرج علي من الحلبة وبيتصل بالمستشفى، وده علشان يطمن على هزال. لكن وقتها رجالة رئيس الحلبة بيظهروا من وراه وبيخبطوه بالعربية وبيطعنوه، بعدها بيشيلوه وبيرموه في البحر. وفي الوقت ده بتخرج هزال من اوضه العمليات، وبيروح الدكتور يقول لها ان هم لازم يشيلوا الشاش من على عينيها، وده علشان يطمنوا ان العمليه بتاعتها نجحت. لكن هزال بترفض وبتفضل تصرخ وبتقول لهم ان هي مش هتشيل الشاش غير لما يكون علي موجود معاها. لكن مع الاسف الايام بتعدي وعلي مش بيظهر تاني، فبتضطر هزال تشيل الشاش من على عينيها. وبنعرف ان العمليه نجحت وقدرت هزال تسترد بصرها من تاني. وفي يوم بتوصل هزال رساله من علي، وبنعرف ان هو كان كاتب لها الرساله دي قبل ما يسافر، وبيعترف لها في الرساله دي ان هو كان السبب في الحادثه اللي حصلت لها، وبيبدا يحكي لها كل التفاصيل. وبيعتذر لها علي في اخر الرساله لان هو ما عندوش الشجاعه الكافيه ان هو يواجهها، لكن بياكد ليها ان هو بيحبها جدا. وبعد مرور سنه بنعرف ان هزال فتحت المشروع اللي كانت متفقه تعمله مع علي. فبيروح واحد من الزباين يعرض عليها ان هم يخرجوا سوا، وده لانه معجب بيها. فبتعتذر له هزال وبتكذب عليه وبتقول له ان هي متجوزه. فبعدها زمايلها في الشغل بيسالوها هي ليه دايما بتقول للرجاله اللي عاوزين يرتبطوا بيها ان هي متجوزه، فبتسكت
بتسكت هنا هزال وما بتردش عليه، وبعدها بتروح هزال لشغلها التاني في المستشفى، وبنعرف ان هي بتعمل جلسات علاج طبيعي للمرضى، وبتبدا هزال تعمل جلسه علاج طبيعي لواحد من مرضاها، وبالصدفه بيكون علي على السرير اللي جنبها، ولما بيشوفها مش بيصدق نفسه وبيكون متاثر جدا. وبعدها هزال بتسال المريض بتاعها عن علي لان هي اول مره تشوفه، فبيقول لها ان هو مريض تركي ولسه واصل من بلغاريا لكنه ما بيتكلمش مع اي حد. فبتروح هزال تطمن على علي وبتساله عن حالته الصحيه، لكن علي ما بيردش عليها علشان ما تعرفوش من صوته. فبتبدا هزال تعمل له جلسه علاج طبيعي، لكن بتحس ان ملمس جسمه مشابه لجسم علي بالظبط، لكنها ما بتحطش الموضوع في دماغها وبتمشي. وتاني يوم بنشوف هزال خارجه من المحل بتاعها علشان تمشي الكلب، وبنعرف ان علي كان ماشي وراها، وبيدخل المحل بعدها وبيشوف علي السلحفه بتاعته في المحل فبياخدها وبيمشي. وبعدها الكلب بتاع هزال بيشوف علي فبيجري عليه وبيوقعه على الارض، وده علشان يلعب معاه. فبسرعه هزال بتروح تساعد علي وبتقومه من على الارض، وبتعتذر له بتكون مستغربه جدا لان هو نفس المريض اللي شافته في المستشفى. وبعدها هزال بتدخل المحل وبتستغرب لما مش بتلاقي السلحفه، وبتسال زمايلها لو كان في راجل بيعرج دخل المحل، فبيقول لها انه بالفعل دخل المحل واشترى حاجه ومشي من شويه. وفي الوقت ده هزال بتبدا تربط الاحداث ببعض وبتستوعب ان الشخص ده هو علي. فبسرعه بتخرج من المحل وبتروح تدور عليه في كل مكان، لكنها مش بتلاقيه وبتنهار من العياط. وبعدها بنشوف علي قاعد في مكان كان متعود يخرج فيه مع هزال، وفي الوقت ده بتوصل هزال عنده وبتعتذر له لان هي ما اتعرفتش عليه من اول لحظه، وبتطلب منه ان هو ما يبعدش عنها تاني لان هي مش هتقدر تعيش من غيره. فبينهار علي من العياط وبيحضنها وبيقول لها ان هو بيحبها جدا ومش هيبعد عنها تاني. وبيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.